أخطر 8 أشجار ونباتات مجنونة أتحداك لو سمعت عنها قبل كده. والأخيرة شجرة بتنفجر زي القنبلة. رقم 8. شجرة الحرير الشوكية، شجرة شكلها طالع من فيلم رعب فضائي. الجذع بتاعها منفوخ ومغطى بآلاف الأشواك المخروطية الضخمة والحادة كأنها درع حرب. الأشواك دي مش منظر، دي وسيلة دفاعية صارمة بتمنع أي كائن أو حيوان إنه يفكر ينط أو يتسلق الشجرة دي. رقم 7. عين العفريت، بذور شكلها جميل ولطيف باللون الأحمر والأخضر، وبيتعمل منها كمان مجوهرات. بس الحقيقة العلمية إن جواها مادة اسمها الإبرين، وده سم من أخطر السموم الموجودة على الكوكب، كفيلة إنها تتسبب في إيقاف تصنيع البروتين في خلايا الجسم وتنهي حياة إنسان بالغ. سبحان الله. رقم 6. نبات الحمول، ده مش نبات عادي، ده مصاص دماء عالم النباتات. ما عندوش جذور ولا أوراق ولا حتى كلوروفيل يعمل بيه عملية بناء ضوئي، بيعتمد بس على حاسة شم كيميائية بيحدد بيها ريحة النباتات المجاورة، ويفرد سنانه زي التعبان يغرز أنياب ميكروسكوبية جوه ساق الضحية ويمتص المية والغذاء لحد ما ينشفها وتموت. رقم 5. القيثاء القافز، قاذفة صواريخ طبيعية، ثمرة صغيرة أول ما بتستوي بتبني جوه نفسها ضغط هيدروليكي مرعب من السوائل، وبأقل لمس أو حركة هواء الثمرة بتتفكك عن الساق وتنطلق زي الصاروخ وتطلق السائل بالبذور لمسافة بتعدي 8 أمتار وبسرعة رهيبة في وش أي حد يقرب. رقم 4. هيدنورا أفريكانا، نبات بيعيش بالكامل تحت الأرض، ولما بيقرر يظهر بيطلع راس مرعبة من التراب شبه فك المفترسين في أفلام السينما. الزهرة بتفرز ريحة نفاذة جدا علشان يحبس الخنافس جواه مؤقتا، علشان يغرقهم بغبار اللقاح، وبعدين يفتح علشان يطيروا وينشروا السلالة. سبحان الله. رقم 3. غليون الذئب، النبتة الشبح، نبات أبيض ناصع بالكامل كأنه منحوت من التلج أو الشمع، ما عندوش أي لون أخضر نهائي، بيعيش في ظلام الغابات الدامس عن طريق التطفل على شبكات الفطريات الممتدة تحت الأرض، وبياخد منها الطاقة جاهزة من غير ما يحتاج شمس إطلاقا. رقم 2. نبات الجامبي جامبي، نبات أسترالي خبيث جدا، أوراقه متغطية بشعيرات ميكروسكوبية زجاجية بتفرز سم عصبي مرعب. لو لمست الورقة بالغلط الشعيرات دي بتخترق الجلد وتفضل تفرز السم بتاعها. الألم بتاعها شديد لدرجة إن بعض البشر والحيوانات بيوصلوا لمرحلة الانتحار من شدة الحرقان اللي ملوش علاج سريع. وأخيرا رقم 1. شجرة الديناميت، وصلنا لأخطر شجرة في الغابات الاستوائية. الشجرة دي عبارة عن ترسانة أسلحة كاملة، جذعها مغطى بآلاف الأشواك الحادة، عصارتها السايلة سامة جدا وبتقشر الجلد وممكن تسبب العمى لو لمست العين. والأهم بقى ثمارها لما بتكتمل بتجف وتنفجر بقوة صوتية زي إطلاق النار، وبتحدف البذور الصلبة زي الشظايا بسرعة بتوصل ل 250 كيلومتر في الساعة ولمسافة 40 متر. ضربة واحدة من بذرة الشجرة دي كفيلة إنها تصيب أي إنسان أو حيوان إصابة بليغة. سبحان الله. قول لي بقى في الكومنتات إنهي شجرة أو نبات النهاردة من ال10 دول صدمك، وفي النهاية صلوا على الحبيب.